عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. راجعين النهارده بوصفه جديده. النهارده ان شاء الله هنعمل طاجن كده حلو فيه كل المكونات الغذائيه اللي ممكن ولادنا ياكلوها. سهل جدا، مفهوش اي حاجه، في دقايق بيتعمل. يلا بينا ندخل على الفيديو ونشوف هنعمل الطاجن بتاعنا ازاي. يلا بينا. السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده زي ما انتم شايفين مع بعض هنعمل طاجن مكرونه بطريقه جديده كده، كله جوه بعضه. سهل جدا، كامل متكامل، ان شاء الله يعجبكم. معايا مكرونه الكميه اللي انتوا عايزينها، وافضل نوع للوصفه دي هي المكرونه العقل الصغيره، لكن انت لو حابه اي نوع تاني مفيش مشكله، بس هو النوع ده يعني يعتبر افضل نوع. تمام كده. معايا اي كميه بقى، يعني انا معايا ما يعادل ربع كيلو تقريبا مكرونه او زياده شويه. تمام كده. معايا بطاطسايه مقطعاها مكعبات ونقعها طبعا في ميه وملح. ومعايا صلصه جاهزه اللي هي المعلبه. ومعايا ملح وفلفل، ومعايا بصلايه، ومعايا الحشوه اللي احنا هنحطها جوه المكرونه. هنحط النهارده سجق، وهحط معاه طبعا هعمله السجق بالبصل والفلفل. هنشوف مع بعض هنعمل كل خطوه ازاي. طبعا ومعايا زيت اساسي. هروح على البوتاجاز. كل اللي هعمله على البوتاجاز ان انا هحمر المكرونه وهحمر البطاطس الاتنين مع بعض. هنعمل خطوه خطوه كده مع بعض عشان نشوف ايه اللي هنعمله مع بعض. عايزه تعمليها في طاجن ماشي، عايزه تعمليها في بايركس ماشي، عايزه تعمليها في طواجن صغيره، كل واحد كده طاجن لوحده بتبقى حلوه جدا. يعني في اي حاجه هتبقى ماشيه معاكي. يلا بينا على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه مع بعض. رحت على البوتاجاز زي ما انتم شايفين، وهحط معايا الزيت. تمام كده. هبتدي احط المكرونه بتاعتي، واحط معايا البطاطسايه، وابتدي اقلب بقى. احط بس رشة ملح عشان المكرونة تتحمر معايا كويس، والبطاطس زي ما انتم شايفين هخليها اللون الذهبي الحلو اللي انتوا عارفينه. تمام كده. وبعد كده نعمل السجق، نشوف هنعمله ازاي مع بعض. انا هشوح فيها لغاية لما تديني اللون الذهبي اللي انتوا عارفينه، والبطاطس برضو تاخد تسوية معايا اهي زي ما انتوا شايفين. ماشي. هو اللون ده اللي انا عايزاه، حلو كده قوي اللون دوت. انا هبتدي احط المكرونه في الطاجن اللي انا هعمل فيه المكرونه، ونبتدي نسوي في نفس الحله السجق، ونشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. ورجعنا تاني حبايبي على البوتاجاز. انا حطيت برضو شويه زيت صغيرين، وهنبتدي نسوي الصدوق. هحط البصلايه اللي معايا، هديها تشويحه. انا بشوح في البصلايه. نسيت اقول لكم انا معايا بشر جزرايه صغيره، هحطها برضو، بس هحطها نيه مش هسويها خالص. بعد ما اطفي على السجق هرميها جوه السجق كده نيه. بس كده انا مش هحمر البصلايه، انا عايزاها كده. هبتدي احط السجق بتاعي واقلب. السجق ده يا جماعه انا عطاله سلقه، ونزلت كل الدهون اللي فيه والسوائل اللي فيه، وابتديت اقطعه زي ما انتم شايفين كده قطع صغيره. عايزه تعمليها بالفراخ ماشي، بس بالسجق بتبقى ليها طعم كده احلى. تمام. هو كده يعتبر مستوي. هبتدي انزل بالفلفل معايا، وكل ده لسه هيستوي تاني معايا لما نسوي المكرونه طبعا. تمام كده. تشويحه برضو كده. وابتدي انزل بقى بالبهارات بتاعتي، الملح والفلفل، ومعايا كمان صلصه. هنزل كمان معايا معلقه صلصه كده زي ما انتم شايفين، او عصير طماطم او طماطم مبشوره المتاح عندك. تمام كده. نقلب الصلصه دي كويس قوي.
انا قلبت الصلصه زي ما انتم شايفين مع كل المكونات اللي معايا. هبتدي احط بالملح والفلفل، هحدقها حلوه قوي عشان المكرونه ما تبقاش معايا عادبه، تبقى مظبوطه. انزل بقى بالميه بتاعتي. انا نزلت بالميه بتاعتي زي ما انتم شايفين اهي غلوه كده وهطفي عليها، ونرجع نشوف هنكمل بقيه الطاجن بتاعنا الحلو ده ازاي. خلصت معانا المكرونه زي ما انتم شايفين، انا حطيتها في الطاجن. وكمان خلصت معايا الخلطه اللي هي السجق بالبصل بالفلفل الطماطم او الصلصه. ومعايا الجزر، انا لسه ما حطيتش الجزر. كل المكونات دي بقى هروح حطاها جوه الطاجن بتاعي دوت. هعمل بقى ايه، هحط كل السجق دوت كده اهو. زي ما انتم شايفين هحط معايا الجزرايه المبشوره اللي قلت لكم عليها اهي زي ما انتم شايفين. وهبتدي اقلب كل المكونات دي مع بعض. خلي بالكم المكرونه لسه هتستوي، انا لازم الطاجن ده هغطيه بالميه تمام عشان المكرونه بتاعتي تستوي، وهغطيه طبعا بالفويل تمام كده. هبتدي الحله اللي معايا احط فيها شويه ميه تمام كده. انا عايزه اغطي المكرونه بتاعتي تمام كده. عايزه ميه تاني لازم اغطيها كويس، هحط لها كمان نص كوبايه ميه بس. زي ما انتم شايفين هحط كمان نص كوبايه ميه. هو كده حلو قوي، لازم اغطيها بالميه. هبتدي اعمل ايه بقى، معايا ورق فويل هبتدي اغطيه بالورق الفويل وعلى الفرن على طول. واول ما تستوي هنطلعها وهنعمل فيها لسه خطوه تاني عشان الشكل والطعم هيبقى حكايه ان شاء الله. نحطها في الفرن على درجه حراره عاليه جدا 200 على الرف اللي في النص لغايه لما المكرونه تتشرب حلو قوي. بعد كده اشغل عليها الفرن من تحت ومن فوق تستوي بقى، ونرجع نشوف الخطوه اللي بعد كده هنعمل فيها ايه. يلا بينا نختبر البطاطس بتاعتنا. زي ما انتم شايفين استوت اهي بقت مهية، وكمان المكرونه بتاعتي استوت. يلا بينا بقى نطلع الطاجن ونشوف الخطوه اللي بعد كده هنعملها ايه مع بعض. بصوا زي ما انتم شايفين المكرونه استوت وبقت زي الفل، وكل الخضار اللي معايا استوى. يلا بينا بقى نشوف الخطوه اللي بعد كده هنعمل فيها ايه. اهو زي ما انتم شايفين البطاطس معايا. بصوا نشوفها اكتر كده اهي البطاطسايه. بصوا استوت معايا خالص اهي، والمكرونه كمان استوت معايا. الخطوه بقى اللي بعد كده اللي احنا هنعملها ايه، خطوه طبعا الكل بيحبها ولادنا بالذات. معايا جبنه موتزاريلا، جيب الطاجن كده بس شويه عشان تشوفوا. جبنه كده موتزاريلا، وغطي بقى كل الوش بتاعي ده. على فكره ممكن تحطي جبنه وممكن ما تحطيش، الخطوه دي اختياري، بس صدقوني هتفرق جامد في الشكل وفي الطعم تمام. ولو اللي مش بياكل المكرونه هياكلها بالطريقه دي حلوه جدا، هتعجبكم حرشه طبعا اهي زي ما انتم شايفين. والله يا جماعه الوصفه دي ما شاء الله جميله جدا ومغذيه. بصوا ويعني ما وسخناش مواعين كتير، كله في حله واحده، وفي الاخر خالص حطينا جوه الطاجن. انا بس عايزه كده، انا كده غطيت الوش كله بالجبنه اهو زي ما انتم شايفين. هنبتدي بقى نرجع تاني على البوتاجاز على الشوايه، بس هشغل الشوايه عليها الجبنه تسيح معايا، الجبنه تسيح معايا ويبقى الطاجن خلص معانا زي ما انتم شايفين هيبقى حلو جدا. يلا بينا نرجع على البوتاجاز نحطه نشغل عليه الشوايه ويبقى الطاجن بتاعنا كده خلص. نحطه بقى تحت الشوايه ونرجع تاني نشوفه لما يخلص شكله هيبقى عامل معانا ازاي. خلص معانا الطاجن زي ما انتم شايفين شكله في منتهى الجمال. طبعا هو لسه سخن اهو حلو جدا.
بص كل حاجة فيه مستوية اهو، مكرونة استوت والسجق طبعا مستوي وكل حاجة معانا مستوية، وكمان الجبنة عطشالو، جبنة عطشالو شكل وطعم طبعا في منتهى الجمال اهو زي ما انتم شايفين. يا رب تجربوه وتقولوا لي ايه رأيكم. ومقاديره متوفرة في كل بيت، يعني مقاديره مش كتير قوي، وعايزة اي حشوة انت عايزاها، سجق ماشي، بسطرمة ماشي، فراخ ماشي، اي حاجة متاحة. ممكن من غير حاجة خالص على فكرة، ممكن تحطي جزر، ممكن تحطي كمان تبشري جزر زي ما انا كنت بشرة، ممكن تبشري كوسة، كل ده صدقوني مش هيبان لما تستوي المكرونة. لو ولادكم ما بيحبوش الحاجات دي حطها لهم في طاجن زي كده هياكلوها ان شاء الله. وزي ما انتم شايفين الوصفة معانا كانت سهلة قوي، ما فيهاش اي مشاكل، وكل الامكانيات عندنا ان شاء الله متوفرة في البيت عندنا. يا ريت تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم. وما تنسونيش بقى لو الفيديو عجبكم والوصفة عجبتكم، يا ريت ما تنسونيش بالاشتراك والتعليق بتاعكم الحلو واللايك. وان شاء الله بإذن الله اشوفكم في فيديو جديد بإذن الله، والسلام عليكم.